كوكب خليك الأرض. خليك حاجة إيجابية في دنيا سلبية، بالظبط. لأن الدنيا ما سلبية. تخليش احتياجك للناس يخليك تخسر الناس. اسمها علاقات استنزافية. تستهلكها هتستهلكها، مفيش اوبشن تاني. التعلق المرضي. انت لقيت حد حنين زي ما انت كنت حنين، فبتعمل فيه اللي هم كانوا بيعملوه فيك. طب ما انت كنت بتكره كده. تمام. ازيك يا صديقي؟ عامل ازيك يا ايه؟ صاحبي، عامل ايه؟ ان شاء الله في البودكاست ده احنا جينا نهرب من وسط زحمة الحياة ومن الضوضاء اللي حوالينا. جينا النهاردة نتكلم، نفكر بصوت عالي مع بعض. نفكر يمكن نقدر نوصف مشاعرنا او نقدر نوصف الناس اللي تتفرج او كده. وان شاء الله بإذن الله. احنا صحاب وقاعدين كأننا قاعدين على القهوة بالظبط. وجينا بدل ما نتكلم في أي كلام وخلاص، احنا جينا حاولنا نرتب الكلام على قد ما نقدر ونطلع نتكلمه في البودكاست النهاردة. أنا محمد. وأنا يوسف، وإحنا النهاردة طالعين ندردش مع بعض، نفتح قلوبنا مع بعض، نفكر مع بعض بصوت عالي. أه نفتح قلوبنا للحاجات اللي إحنا ما بنتكلمش فيها مع حد، حتى عن أقرب الناس لينا. وإحنا مش طالعين ننصحك. لست بناصح، لست بخبير، لست بحكيم. أنا فقط صاحبك، وطالع أتكلم معاك شوية، نفتح قلوبنا مع بعض. وهي دي فكرة بودكاست بدل قهوة. مش على بعد ازيك يا صديقي؟ الحمد لله. كنت عايز أتكلم معاك النهاردة في موضوع ناس كتير مفيش ناس كتير بتتكلم فيه، أو بتخبيه حتى عن أقرب الناس ليها. وهو المشاعر. المشاعر وتأثيرها على علاقاتنا، أو على حياتنا بشكل عام. ومحتاجين نفهم إيه هي المشاعر. المشاعر هي بتبقى حالة جواك، أو رسائل بتوجهها لنفسك، بتوجهها ليك لاتجاه حاجة معينة، أو شعور معين، أو فعل معين أنت عايز تعمله، سلوك معين، زي الحزن، فرح، حب. ويمكن من أكبرها أو من أهمها هو مشاعر الحب. والناس كتير مش حابين نتكلم عن موضوع الحب دوت. فأنت شايف الحب ده هل هو فعلا مجرد مشاعر، ولا منظومة كاملة من الفهم والتقدير والتواصل؟ أنا شايف إن الحب ده بالكاد ممكن يبدأ حاجة، يبدأ علاقة، يبدأ مشروع علاقة، مش علاقة كمان. ممكن تبقى هي الخطوة الأولى إن أنت بتعترف بالشخص اللي قدامك بحبك، بس بعد كده هو بيجي بعديه كل بقية السلالم، بيبقى هو أول درجة بس. في سلالم كتير أوي محتاج تطلعها عشان توصل للدور الأولاني بس من الحب. زي التقدير وزي الفهم. لازم تقدر الشخص اللي قدامك، لازم تحترمه، تحترم مشاعره، تفهمه. ت... ما تقولش إن أنا طالما أنت مش مقتنع بالحاجة اللي هو بيقولها يبقى هي غلط. لأ بالعكس، طالما الحاجة دي لو هي مضايقاه مثلا، يبقى فعلا هي مضايقاه، ما ينفعش تناقشوا فيها. لأن المشاعر احنا عارفين إن هي لا تناقش. ما ينفعش تقول له أنت حاجتك دي ما تستاهلش إن أنت تزعل عليها. لأ، هو طالما زعل يبقى الموضوع كبير بالنسبة له. أنت ممكن تفهمه وجهة نظرك، ممكن تقول له إن أنا ما كانش قصدي كذا وما كانش قصدي أزعلك، بس طالما ضايقتك يبقى أنا خلاص هتجنبها. وهو طبعا بدوره إن هو كمان بيحبك، فأكيد هو يتفهم الموضوع ده وكمان هو يتجنب. فهو أنت الحب بالكاد إن هو يبدأ معاك الخطوة الأولى، بس الخطوات اللي بعد كده دي بتبقى معتمدة عليك وبتعتمد على الشخص التاني. أعتقد إن الحب ده يعني مش مجرد مشاعر، بجد يعني مش مشاعر بس، لأ هو أسلوب م- حياة. أسلوب حياة ومنظومة زي ما أنت قلت من الفهم والتقدير والإدراك. أنت إيه رأيك؟ أنا شايف إن هو أسلوب حياة فعلا، ومنهج أنت بتمشي عليه. من منهج إن أنت لوحدك، أو إن أنت بتشارك، ليه إن أنت بتشارك ده مع مع شريك حياتك. أسلوب حياة إن أنت إزاي نفهم بعض، إزاي أفهمك وأقدرك، وإن أنا أفهم أنت محتاج إيه، وأديهولك أبادر ليه من غير ما أنت تطلبه مني. وأديك كل احتياجاتك. وبرضه إن أنا أكون مقدر دوت، أقدرك إن أنت شخص مهم في حياتي، إن أنا باحبك، وإن أنا أقدر إزاي أبيّن لك دوّة من غير ما أنت تاخد. ونقدر النواقص اللي عند بعض. لأن نقدّر إن إحنا بنكمّل بعض. تمام. احنا كلنا فينا عيوب وكلنا فينا أخطاء وكلنا مش كاملين. كل الكلام ده احنا كلنا وقلنا الكلام ده قبل كده، بس احنا محتاجين برضو نقوله مرة تانية عشان نبقى فاهمين ان احنا كل شخص انت هتقابله انت بتختار الشخص اللي تبقى قادر تتقبل عيوبه. مش تبقى قادر، مش شخص ما فيهوش عيوب، لا شخص انت قادر تستحملها وقادر تتغاضى عنها، ولما يعملها تقدر تفهمه ان هو قصده كذا مش قصده ان هو يزعلك. فانت بتتقبل الشخص اللي انت قادر تتقبل عيوبه مش اللي ما فيهوش عيوب. لان انت لو دورت على حد ما فيهوش عيوب هتعيش مش لوحدك هتلاقي. بقية حياتك اصلا. ربنا عمومًا ما خلقناش كده. ربنا خلقنا بالظبط. إن إحنا عمرك ما هتلاقي شخص أنت متطابق معاه 100%. أنت بالظبط. الشخص المناسب ليك هو الشخص اللي أنتم قادرين بتكمّلوا بعض. مظبوط. لكن ما فيش شخص إن أنتم متطابقين زي ما قُلنا 100%. وفي اختلافات، وربنا خلق الاختلافات دي ما بيننا عشان إن إحنا نكمّل بعض، وعشان إن إحنا نقدر نلاقي فيها بعض.
مظبوط. الاختلافات دي الناس ممكن بتسميها خلافات وما بتفهمهاش كويس، لان الخلافات دي بتبني علاقة مش بتهدم علاقة. ان احنا لما بنختلف، وبطبيعة الحال احنا هنختلف كده كده، فالمفروض ان الخلافات دي احنا نستغلها في ان احنا نخلي نرجع الأعمدة لبعض. بتاعتنا الخلاف ده أقوى. بالنسبة لي انا بشوف اصلا هو اكبر دليل فعلي على الحب. ان انت بتعمل بحبك، مش بس ان انت بتقول كلام رومانسي. هو مش بس كلام رومانسي، الحب عمره ما كان كلام رومانسي، هو بل افعال اكتر ممكن بتبان اكتر وقت الخلاف. ان انت بتبين لي قد ايه ان انت متمسك بيا وقت ما احنا مختلفين. بيبان حبك الحقيقي في تمسكك بيا وفي محاولاتك بيا، رغم ان انا اتغيرت. ان تغاضيت احنا عن كبريائي في وقت من الأوقات، وجيت رغم إن إحنا زعلانين من بعض، خلينا في بالظبط مساحة إن إحنا نرجع لبعض في أي وقت من الأوقات. بالظبط، ولان احنا طبيعي هنتغير، شكلك وشخصيتك وكل حاجه. فاحنا بنحاول نرسم حدود جديده لشكل العلاقه دي ما بيننا بعدين. ان احنا ازاي لازم زي ما انت قلت كده ان احنا ندي مساحه لبعض، ان احنا نلاقي بعض ونسهل الطريق لبعض. نقدر أهرب من العالم ليك، بالظبط مش ههرب منك للعالم، لأن أنا مش عايز كده. أمال أنا واخدك ليه شريك حياتي؟ أنت بتشاركني حياتي بالفعل، المفروض تشاركني حياتي في كل حاجة، حتى النواقص مني أنت تكمله معايا. بالظبط، بس وتقدر تترجم ده برضو الحب لافعال بسيطه. مش شرط تضحيات كبيره، مش شرط تعمل عشاني حاجات كبيره، بس احس ان انت بتعمل عشاني، بتهتم بتفاصيلي. ابسط التفاصيل اللي انا بحبها انت بتعملها لي. بتخلق لي مود معين، جو معين. انت بتهتم لاعمالي والحاجات اللي انا بعملها، تسمعني اهتماماتي، بتشاركني اهتماماتي. كل دي لغة من لغات الحب، مش بس عمره كان بس كلام، هو طول عمره افعال. الكلام ده بالكاد احنا قلنا في الأول إن هو يبدأ بس. أنت بالظبط. ممكن تبدأ بيه، تعترف بيه إن أنت بتحب، لكن مش هو اللي هيكمل. واكيد طبعا هي المشاعر ليها دور. وبرضه بخصوص المشاعر، فانا برضه في سؤال كنت عايز اقوله لك. هل المشاعر آه هل هي بتأثر علينا، ولا احنا قادرين ان احنا نتحكم فيها؟ هي المشاعر أنا شايف إن هي بتديك الحالة الأولانية. يعني مثلا أنت حزين، فهي كده اديتك الحالة الأولانية، ما خليتكش تعمل فعل. الفعل ده بيطلع من عقلك أنت. يعني أنت بتبدأ، أنت صاحي من النوم النهاردة مثلا، أنت كنت بتفكر في حاجة قبل ما تنام، فصاحي من النوم أنت مش طايق نفسك. فهل مشاعر اللي هو اللي أنت مش طايق نفسك دي مش هتخليك تروح الشغل، مش هتتعامل مع ناس، مش هتتعامل مع نفسك؟ لازم تبقى متصالح مع فكرة جدا إن أنت ممكن تبقى حزين وتكمل حياتك عادي. اكيد. ما ينفعش إن أنت تبقى واقف مكانك عشان أنا حزين، لأ، ما كان كده ما كانش في حد عايش بقى. ما ينفعش تستسلم ليها. بالضبط، لازم أروح الشغل وأنا حزين، مش هاسيب مشاعري تتحكم فيّا. هي ادّتني الحالة إن أنا حزين بس، ماشي هاشتغل وأنا حزين مش مشكلة، بس هاشتغل. ما ينفعش توقّفني إن أنا تدّيني الحالة وتوقّفني وتاخد هي القرار. لازم يبقى في توازن بين العقل وبين القلب شوية، ممكن يبقى عقل كمان أعلى شوية ان العقل هو في اللي ياخد القرار. القرار. بالضبط، أعلى شوية في القرار، ما ينفعش مشاعرك هي اللي توجّهك. لو مشاعرك وجّهتك هتبقى إنسان هَش، ولو لو عقلك بس وجّهك برضه هتبقى إنسان صلب. ولا هتعرف تتعامل، ولا هيعرفوا يتعاملوا مع ده، ولا هيعرفوا يتعاملوا مع ده. لازم بالظبط. تبقى في النُص. عشان كده لازم هما الاتنين يقابلوا بعض في نقطة معينة. انت حزين النهاردة بس عقلك بيقولك لا لازم نروح الشغل معلش، اصل لازم هنجيب اكل عيش منين، مش هنعيش كده. بالظبط. بالظبط. فنفس الموضوع بالظبط. فهو انا شايف ان هي بتديك الحالة الاولانية، والحالة الاولانية دي انت بتبني عليها بعد كده. هل انت هتستسلم ليها، ولا هتتعامل عادي اكنها ماشي انا حزين، بعد كده نشوف الموضوع ده، هنروح بس الشغل ونيجي بالليل نبقى نتكلم مع بعض. لازم فاهمني؟ عقلك هو اللي يسيطر على الموضوع. بالظبط. انت فانا اوريدي، شايفها كده. هي انت ايه مشاعرك رأيك؟ بتديك الحالة المبدئية أو الرسالة. هي بتديك رسالة مثلا إن أنت زي ما أنت قلت إن أنت حزين. ف طب أنا هرجع هقابل العالم إزاي؟ طب هل أنا مثلا عشان حزين أنا مش هروح الشغل؟ أنا لأ، لازم هروح، لازم أمارس حياتي بشكل عام. بالظبط. أنت مش فاهم؟ مثلا في ماليش ناس، نفسي اكل النهارده في ناس لسه أقولك فهتموت. لما بتزعل ما نفسها بتتسد مثلا، ما بالظبط. بيجيلهاش نفس تاكل خالص. هل هتفضل كده؟ هتقعد شوية ما تاكلش، بس كده هتموت. كده ما لازم، أنت ما انت مش لازم هتعيش عقلك كده. يخش، لازم بالظبط. عقلك يتدخل ويقاوم دوت. فأنت يفهمك ان لازم. ده ما ينفعش. بالظبط، فأنت ما ينفعش تستسلم لمشاعرك، لأن مشاعرك فخ. مشاعر فخ الوقوع فيها. وبرضه عقلك لوحده فخ. انت ما ينفعش لا هنا ولا هنا. ان انت لو حياتك كلها مشيت بعقلك بس هتبقى حياة جافة، تبقى انسان كئيب محدش يحب يتعامل معاك. ولو كنت انسان بيتعامل بمشاعره بس هتبقى انسان زي ما انت قلت كده، انسان هش وضعيف. اي كلمة من رايح واللي جاي هتلاقيها اي حاجة بتوقعك. بتأثر فيك. بالظبط. وده برضه ما ينفعش. فانت لازم زي ما انت قلت كده بتعمل توازن بين الاتنين. بين مظبوط. يعني مشاعرك بتحدد الحالة اللي انت فيها، او بتدي لك ايحاء باللي جواك. وانت بقى عقلك بيبتدي يتحكم. هل اطلع ده ازاي للعالم؟ اطلعه لمين؟ فين وامتى وازاي؟ عقلك هو اللي بيتحكم وبياخد القرار وبيرسم م، شكل حياتك وشكل يومك هيمشي ازاي النهارده، بناء على انت الرسائل. بترتب بعقلك مش بالظبط، بترتب بناء على بقلبك. الرسائل
مشاعرك اديتها لك. مظبوط. بس برضه خلينا برضه نرجع نقول ان هي ما ينفعش تتحكم فيك باي شكل، لازم تحط انت الكنترول عليها. ما ينفعش هي تمارس عليها هي حياتك، او تمارس لك هي حياتك. ما ينفعش، لازم توقفها في نقطة معينة، لازم توقفها. وخليني اسألك، بما اننا دخلنا في موضوع المشاعر ده، اتفضل. ليه اوقات بنحاول نهرب من المشاعر، بنهرب مش بنواجه؟ في فرق بين ان احنا بنواجه وبنهرب. ليه بنحاول نهرب بقى منها؟ والله في اسباب كتير، يعني من وجهة نظري الشخصية او من اكبرها الخوف. ان انت بتخاف تطلع مشاعرك دي للشخص الغلط في المكان الغلط. مثال على ذلك مثلا اكبر حاجة الحب. يعني انا شخصيا انا بخاف من الحب. اكتر حاجة بخاف منها هي مشاعر الحب، ان انت تطلعها لشخص غلط ما يقدرهاش. ما يقدرهاش. ان الحب ده بالنسبة لي قيمة كبيرة. ما ينفعش ان انا اديها شخص غلط، واجي بعد كده اندم، اجي بعد كده هو يمشي. طب انت بتديله جزء من روحك، راح فين؟ هو آه، انت اهم شخص مشيت، هدي ازاي بعد كده بقى؟ بالظبط. فانا بمنع، اوقات بتخليك تمنع بتمنع بقى. خالص، انت بقى عندك اصلا رهبة من البداية ان انت تطلعها، بتخاف منها. او بتخاف من خذلان. مظبوط. مثلا مش شرط مع الحب، مع صديق معين. أم، من تجربة سابقة ليك مثلا مع احد اصدقائك او حد من اصحابك، وخذلك فيها. كان ايا كان الموقف وهو خذلك فيه، ما طلعش قد الثقة اللي انت اديتها له، بتخاف من مظبوط. فقدان الثقة ومن الخذلان بسبب الثقة. فانت بعد كده بتخاف. تبقى قلقان تدي قلقان في نفس انت. مكان تاني، وفي الاخر تلاقي بالظبط. نفسك بترمي في بير، بمعنى صح. انت كل ما بترمي هو بيتمليش، هو عمال انت بترمي هو لحد ما توصل بقى وده انت برضه زهقت. ممكن يدينا لسبب تالت، وهو انت خايف من فقدان السيطرة. انت مظبوط. بتخاف ان انت ما تقدرش تسيطر عليها بعدين، لان انت بتفرط فيها. انت طبعك مشاعرك فياضة، فعمال بترمي زي ما قلت بالظبط، وده لك. هيخليك لو انت ما اتحكمتش فيها. لو مشاعرك اتحكمت عن عقلك، هتلاقي نفسك ان انت بتفرط في مشاعرك. ايا كان مشاعر، سواء مشاعر حب، انت خلاص بتحس باحتياج ليها ان انت عايز تطلعها، فبتطلعها لاي حد. هو حد غلط، وانت في الاخر بترجع تندم او ترجع. انت ما بتبقاش فاهم ان هو غلط، لان انت كنت ساعتها، احنا قلنا مش هينفع مشاعرك توجهك، انت ساعتها كنت في المرحلة دي مشاعرك موجهاك. بالظبط. فانت ما كنتش فاهم ان هي غلط، وهي بالعكس. فخ. بالظبط. مشاعرك عموما لازم تكون عارف ان مشاعرك عمياء. مشاعر عمياء. هي ما بتشوفش. هي انا جوايا حاله، انا حاسس بحاله، حاسس بحاجه انا عايز اطلعها، فانا بطلعها في وقت صح. طب الوقت ده صح، الوقت ده غلط، مش مهم، المهم ان انا هطلعها. مثلا انت الوقت حاسس الصح او الشخص الصح، هي ما انت حاسس بتفكرش ان في انت كده. حاسس بالغضب. فانا لا، انا خلاص انا متضايق انا. الناس- فبتبتدي ان انت تنفجر في اي حد. نقطة الغضب دي برضو ما ينفعش برضو تاخد فيها قرارات وانت غضبان. بتهدم علاقات الغضب كنا ده. سمعت برضو فيديوهات قبل كده الأستاذ معتز مشعل، لما كان بيقول لك لما تبقى غضبان انت بتبقى عامل زي المية وهي بتغلي. فانت وانت باصص للمية وهي بتغلي، انت مش فاهم ان ده مش انت. انت مين ده؟ انت وشك مش باين اصلا، مشاعرك مش باينة، انت مش قادر ترتب انت ايه. فانت بتاخد القرارات دي وهي المية بتغلي، انت خدت قرار مبهم، لان ده مش انت. اول ما المية بتصفى، تبدأ تبص بقى كده في نفسك وتفكر، انا اخد انهي قرار؟ كان المفروض اخد القرار وانا متعصب ولا وانا هادي؟ هتلاقي نفسك بتاخد القرار الصح في الوقت الصح، مع الشخص الصح. لان انت فيها اوقات بنغضب على ناس مبيبقاش ليهم ادنى يعني ما لهمش ادنى يد ما لهمش ادنى دخل، عفوا، في الموضوع ده، في الموضوع اللي احنا غضبانين منه ده. احنا بنبقى جايين متعصبين من حد معين تاني، تلاقي نفسنا متعصب على اهلنا في البيت. طب هم مالهم؟ بالظبط. فاهم؟ تتعصب على مراتك، تتعصب على صديقك، هو ما عملكش حاجه. من صديق تاني، يعني ممكن صديق نبقى قاعدين على نفس القهوه، خلصنا القعده وروحنا ماشي، واحنا مروحين تروح انت متعصب على التاني اللي هو ما عملش حاجه. او في لان الشغل انت مثلا. لان انت مش قادر تتعصب على اللي هو الاساسي اساسا. انت خلاص هربت من مشاعرك معاه، فرحت متعصب على حد غلط. طب ليه؟ ده بيحصل دايما في الشغل، ان انت مثلا متعرض لضغوطات في الشغل، او اكيد الشغل صعب، والعالم عموما صعب، وبتتعرض فيه لصعوبات كتير. ده ممكن. وصدمات وصفعات وصدمات وبالظبط. فانت ما ينفعش ان انت تروح تطلع ده على اهل بيتك او على اصحابك. انت لازم تتحكم فيه. طبعا فاهم؟ مش هتحط اللود كله على نفسك. انا فاهم ان انت في اوقات هتبقى محتاج تفضفض، وفي اوقات محتاج حد جنبك، وفي اوقات محتاج حد يشوف مشاعرك مع انها مش باينه، بس انت محتاج حد يشوف مشاعرك من خلال الافعال اللي انت بتعملها. انا فاهم كل ده، بس ما تخليش احتياجك للناس يخليك تخسر الناس. ما تخليش احتياجك للناس اللي هو انا بدور على حد يحس بيا، فاروح خسران الشخص ده عشان هو مش حاسس بيا، فاروح انا متعصب عليه. طب هو مش مجبر. انت لازم تبقى فاهم ان هو مش مجبر ان هو يحس بيك وانت ما بتتكلمش. لازم تقول له انا متضايق، انا متضايق، بس مش توريه انك متضايق. يعني مش تديله بالقلم تقول له معلش أصل انا متضايق النهارده. يعني ايه انت متضايق النهارده؟ انت ضربتني. ايوه. فلا، فهي مش كده، هي بتبقى محسوبة.
ان انت وريني ان انت متضايق، وانا بدوري المفروض ان انا بشوف الطريقه اللي انت بتحبها ايه واعملها لك. لكن لو انت متضايق وما قلتيش انت متضايق وجيت متعصب عليا، طب انا مالي يا عم؟ ما انا هتضايق منك بقى. كده انت كنت متضايق، هتيجي تقول لي اصل انا كنت متضايق، معلش هقول لك انا مالي. كنت تقولي انك متضايق، هساعدك، هقف جنبك، مش هسيبك، كده كده مش هسيبك. بس لازم تبقى فاهم برضو ان انا محتاج برضو ان انت تبقى فاهمني، ان انا مش ه... مش هخمن انت عايز ايه. فاهمني؟ لازم اديك اشارات لكده، لازم بز- احسسك، لازم احسسك ان انا متضايق، اديك اشارات، نسهل على بعض، نسهل الطرق لبعض. بالظبط. احنا اصل احنا مش في ساحة حرب، مش في اختبار، احنا بنحاول نرصد الكمان لبعض، ونخش بقى نشوف العدو هيقع هنا ولا لا. طب هو مش عدو، هو مش عدو عشان تحط له كمين تقول له هل هيحس بيها ولا لا. يا عم قول له انك متضايق، قول له انا متضايق النهارده من كذا كذا، حصل معايا كذا كذا وخانقني وحاسس ان انا مش تمام. ودي برضو ممكن نقطة ان احنا توجهها برضو لشريك حياتك، ان هو يسهل عليك ان هو يجي لك. سيب الطريق مفتوح، سيب الباب دايما مفتوح. دايما دايما لازم تسيب الباب مفتوح، لازم وتخليه سهل، تخلي الطريق سهل والباب مفتوح. وسيب لي المفتاح، ما تسيبليش الباب، يعني ما تسيبليش الباب واوقات انت تبقى مخنوق انا عارف اه، وهتقفله، لما سيب لي المفتاح عشان اعرف لما تحتاجني اخش. تعالى لي، لما اه تحتاجني كلمني، وانت من جواك انت مش، انت مجرد كلمة قلتها، لكن مظبوط. فعليا انت مش سايب لي اي لا باب قفلت ان انا الباب اخش. بالمفتاح وبالقفل وممكن اسلوبك نفسه اصلا انت بتقول لي لا، عزومة مراكبية كده، لو احتجتني بقى تعالى. ما انا، انت بالظبط. عارف ان انا مش هاجي اصلا. اصل انت طريقتك اللي خلتني ما اجيش، انا هبقى عايزك. بالعكس انا كده كده هحتاجك، بس انت قلت لي ساعتها اما تحتاجني بقى تعالى. طب أنا لما احتاجك يبقى تعالى كده؟ لا، لازم تقول لي بطريقه تحببني ان انا اجيلك، احس فعلا ان انا وانا جاي الراجل ده هيشيل عني، بس او شريكة حياتي، مراتي مثلا هتشيل عني، او صديقي هيشيل عني، ايا كان ايه العلاقه اللي انت ماشي فيها. فلازم تبقى فاهم برضو ان اللي قدامك انت مش في ساحه حرب. لازم نفصل النقطه دي، عشان احنا كلنا مرينا بيها يعني. اكيد. فاحنا مش في ساحه حرب، احنا مش داخلين خناقه. لازم تفهم وتفهمي ان هو محتاجك تقولي لي انت عايزه ايه. ماشي، هيفهم اوقات حاجات، لكن في حاجات انت شخصيا بتخبيها او انت شخصيا بتخبيها عشان محدش ياخد باله منها. فهو هياخد باله منها ازاي؟ طب ما هو بني ادم زي اللي انت بتخبي عنه. دي فاهمني؟ برضه ممكن نوصلنا لحاجة تالتة أو حاجة رابعة، أنا بشوفها من الحاجات برضه اللي بتخليك تهرب من المشاعر، وهي أنت بتخاف من المجتمع، أو بتخاف من البيئة اللي أنت اتربيت فيها، مثلا عودتك إن أنت ما تضعفش قدام حد. مظبوط. العياط أنت مثلا. زي العياط. العياط ده من أكبر الأمثلة. مثلا إحنا متربيين في مجتمعنا إن أنت مفيش راجل بيعيط، إن ده أنت انا، ما ينفعش تعيط. هو مش عشان المجتمع والله، انا كنت في فتره من الفترات انا ما كنتش بعرف اعيط. انا مش عايز، انا عايز أنت والله. أنت مش بس انا عارف، مش عارف اعملها أنا ازاي. حاليا أنا وحاليا لحد دلوقتي فعلا انا ما بعرفش اعيط. لان وانا صغير كنت مريت بحاجات. كنت مثلا لو كنت متضايق من حد، انا كنت ممكن اخش احط وشي في المخده واخش اعيط. اعيط، انا خلاص بعيط اهو. أه، اخرج ليهم هما بقى انا تمام. ها كنا بنتكلم في ايه؟ مفيش أي حاجة خلاص. اه. فنفس القصه لحد ما جيت في مرحله من ما في حياتي، آه بقيت بعيط. بس دي مرحله كنت صغير شويه، يعني كنت صغير قوي لما كنت بعيط في المخده، وكنت صغير نص نص لما كنت بعيط كنت بعيط مع اللي قدام مراحل حد. التدريج. بالظبط. فانا دخلت بقى في مرحله اللي هو، فابتديت ان انا اعيط قدام اي حد. ابتديت ان انا ابقى هش جدا، سبت مشاعري تتحكم فيا. بإن أنت تكون هش. مظبوط، سبتها تتحكم فيا، تقول لي عيط قدام ده، حاضر عيط اهو. ما تعيطش قدام ده، حاضر. فانا ابتديت كنت اعيط قدام ناس غلط، في وقت ان انا كنت المفروض اكتم فيه قدام الناس دي، انا كنت بعيط قدامهم. وده والوقت يسبب لك ان انا كنت تجربة. المفروض اعيط قدام الناس تانية، انا كنت بكتم قدامهم. ما كنتش قادر اختار انا بعيط قدام مين. ما كنتش قادر اختار انا بعبر عن مشاعري، بقول لهم انا حزين ازاي، وهما مش فاهمين اصلا ولا مقدرين ولا اصلا فارق معاهم. يا عم انت وده هتبقى يسبب لك تتحرق. تضارب من جواك اتجاه الشعور دوت، لان بالظبط. انت كل ما تحس ان انت عايز تعيط، انت بتفتكر التجربه السابقه دي بالنسبه لك فبتخاف. فبالظبط، فايه خلينا نوصل لمرحله التروما اللي هي ممكن هي مش تروما عندي، بس انا خلاص انا اخدت قرار ان انا مش هعيط تاني. مثلا مثلا. بقيت بعبر عنه بحاجات تانية، مثلا بالكتابه، ب... بالفضفضه لنفسي، بفضفضه لصديق ليا، من غير بطريقه غير مباشره. فساعتها انا وصلت لمرحله ان انا خلاص انا هاخد طريق تاني غير العياط. فمن هنا ابتدت رحله تانية. فاهمني؟ بس حوار العياط ده انا قفلته خالص. المفتاح قفلته هو ورميته. كلنا يعتبر ان انت مجتمعك، انت متربي ان انت ما ينفعش تعمل ده. هو دي مش ما حاجه ينفعش تعمله، بس انت بتختار قدام ناس غلط تعمله. برضه ممكن. بتنقي الناس الغلط اللي ما ينفعش تعمل فيهم قدامهم كده. تروح قايل لا انا يلا قدام دي، وانا قدام ده او قدام دي او ايا كان نوع الشخص ايه، او عيط قدام ده. طب ما هو مش ده، انت المفروض تشوف حد تاني، المفروض تشوف الحد وده برضه ممكن يخلينا
في سؤال جه في دماغي انا عايز انا اساله لك يا صديقي. اتفضل. انت شايف المشاعر او المشاعر السلبيه، يعني كل دي بتبقى مشاعر سلبيه، المشاعر السلبيه دي هل هي حاجه صحيه ولا هي حاجه مؤقته، ولا ازاي ان انا اتعامل معاها اصلا؟ هي حاجة يعني صحية مؤقتة. ازاي؟ أنا شايفها كده، يعني أنا أوقات في أوقات بتبقى المشاعر السلبية دي بتبقى وقود. لأن تقريبا احنا أحد الأسباب اللي خلينا نبدأ نصور أو نسجل أو نعمل بودكاست أو نفكر في الموضوع هي المشاعر السلبية تقريبا. فأنا حاسسها هي كان ممكن تاخدها كوقود، يا إما هي اللي هتستهلكك، يا تستهلكها يا تستهلكك، مفيش أوبشن تاني. يعني في أوقات تحفزك، معلش، تحفزك وتخليك تمشي في طريق أنت كنت خايف جدا إنك تبدأه، يا إما تخليك بقى قاعد في مكانك ما بتتحركش. تهدمك. بالظبط. ما هي تحفزك يا تهدمك، فعشان كده بقولك هي صحية مؤقتة. هي بتديك الإشارة، بتديك الإشارة اللي احنا قلنا عليها في الأول، بتديك الإشارة إن أنت أنا عندي حاجات سلبية كتير ومش عارف إيه وبتاع، فأنت لما تتجاهلها بتبدأ تروح لمكان تاني أحسن. زي ممكن من اكبر المشاعر السلبيه او من اكبر الحاجات اللي بتسبب مشاعر سلبيه التنمر مثلا، من تقريبا اسوأ ترند طلع مؤخرا المهم. ومستمر. بالظبط. يعني أنا هطلع أتريق على ده النهاردة. بالظبط، والفكره حاجه دمها مش خفيف، ده ما دمك مش خفيف وانت بتعملها ما دمك. أنت حتى يا عم أنت ما أنت يا بتضحك. عم خلاص حققت الكوميديا للحظات معينه، بس الشخص بس اللي انا من أنت جوايا ما ضحكتش، انا بالظبط. ممكن اكون ضحكت قدامك وعشان نعدي الموقف ونعدي القعده ونعدي كل، بس انا من جوايا انا ما ضحكتش خالص على أنا فكره عديت القعدة واتضايقت وعديتك وعدينا. مع القعدة ومش قصه كده بس، القعده عدت واللحظه السعيده اللي احنا قعدناها دي اللي كانت خلصت. سعيدة بالنسبة لهم، بالنسبة لي أنا كانت ضغط الجحيم إن أنا مريت يا عم بيها. وقعدنا ضحكنا ودارينا كل ده بعد سنين، الموقف لسه في دماغي. يعني بالظبط. لحظه ما هي التروما السعاده، بتبدأ من لحظه السعاده الإشارة دي. اللحظيه، السعاده اللحظيه اللي انت حسيت بيها انتهت، ولسه الموقف معايا طول حياتي. انا في مواقف انا فاكرها من سنين حتى الان جوه دماغي، ويمكن هي اكتر المواقف اللي فعلا اللي شكلت يوسف. اللي شكلتني، هي اكتر المواقف اللي ادتني الدافع والحافز ان انا اغير من نفسي. أنت حكيت لي القصة دي قبل كده على حوار الجيم مثلا كنت بتعرض بالتنمر كتير جدا ان انا رفيع. مع انت إن مالكش دعوة أصلا، ما هو حاجه رفيع إيه حاجه المشكلة ربانيه، يعني؟ حاجه خلقه يا عم ربنا. عندي حرق عادي، واكتر مالكش حاجه دعوة. بالذات اكتر حاجه بالذات يعني بتستفزني جدا، واكتر حاجه بكرهها في موضوع التنمر دوت، انت تتنمر على خلقه ربنا، على شكل، على لون، أنا على ممكن جسمي أغيره لكن جسم، شكلي على والحاجات طول. دي بالظبط. طب يا سيدي انا كنت رفيع وهنزل الجيم وهعمل دايت ومش عارف ايه وبتاع وهظبط جسمي. طب مثلا واحد لون بشرته، واحد اه انت شايفه مش وسيم او انت شايفه شكله من وجهة مش عاجبك من نظرك وجهة أنت نظرك المحدودة. ممكن المحدودة ان انت هو في شايف. عين ناس تانية حلو جدا، بالظبط. مع انه فانت اسمراني فعلا. انت بتقول هو اسمراني، هو اسمراني يا عم، بس هو شكله حلو. في ناس بتحب الناس الاسمراني، انت اه انت ما متضايق ليه يا عم؟ ما هو وغير كده حتى لو الناس ما حبتوش يا عم، هو ربنا خلينا في احسن صورة، خلينا مقتنعين بكده بالظبط، يا لقد ربنا. خلقنا انت الانسان في احسن تقويم. مظبوط. ما دي حاجة لا نقاش فيها، ما ينفعش اصلا تتناقش في دي. عايز يا عم اتكلموا في حاجة في شخصيته اللي هو عملها، اللي هو الشخصية اللي هو شكلها، ممكن تكلموا فيها، لكن ما تكلموش في حاجة مالوش يد فيها. يعني ما تقولوش مثلا يا رفيع يا قصير يا تخين يا اسود يا مش عارف، ما فيش الكلام ده، ما مش ينفعش. حلو اصلا بص، حتى الكلمة تقيلة، يعني كل جدا الجمل تقيلة، جدا. واحنا بنقولها حتى في النقاش، بس هي الكلام تقيل. فتخيل بقى انت شعوره ايه على الشخص اللي انت حطيته، اول ما يروح بيته يفضل ممكن يعني طول حياته لا يتعافى منها. كلمة يعيط دي قليلة. انا بقول انا لك، اعرف ناس والله جالهم شبه اكتئاب بسبب الموضوع ده. انا الفترة من الاوقات جالي اكتئاب بسبب حاجة زي كده، مش اكتئاب بس، كان الموضوع بيضايق. اكتئاب، لا واكتئاب وطول وعزلة حياتك فعلا طول حياتك لا تتعافى منها حتى بعد ما تتجاوز او بعد ما تتغلب على دوت، فانت برضه لسه فاكر. ما اكتئاب بيعمل اكتئاب وعزلة، بيخليك اصلا لما تنزل تيجي تفكر، يقول لك يلا عشان ننزل نقعد مع بعض. اقعد مع ايه؟ اقعد مع إيه؟ انت هتقعدوا تتنمروا عليا، هتعملوا لنا محتوى. طب ايه اللي هينزلني؟ لا خليني قاعد في البيت يا عم، انا قاعد بكرامتي. فهبقى انا عايز نفسي انزل اقعد مع ناس، بس انا مش عايز اقعد معاكم. خلاص انتوا هي او بتسيب انت بتسيب او انتي او اثر ايا كان الشخص. بتسيب اثر ومشاعر سلبيه معاك طول حياتك. بالظبط. طويل الامد وده قوي. بالظبط، وده برضه هيخلينا ان احنا نوصل لنوع برضه من المشاعر اللي انت، نوع مشاعر انت بتقدرش تتعامل معاه. ما انت ايه اكتر، بما انك دخلت في موضوع التنمر والحاجات دي، انت ايه اكتر شعور بعد التنمر مش قادر تتعامل معاه، او ممكن او مش او انت تنمر رافضه؟ التنمر بالنسبه لي مش اول حاجه انت بصراحه. كنت زمان كده، دلوقتي خلاص انت الموضوع الموضوع مبقاش ما يعني انا من ما جوايا اقوى ان انا اتاثر بكلامك.
والحمد يعني لله ما دلوقتي ما فيش الكلام بالظبط، ده، انا او مش احنا مش المجتمع اللي حوالينا، يعني الناس اللي حوالينا انت مش دلوقتي. فارق معايا ولا انت ولا كلامك ولا رايك ولا اي حاجه. فالموضوع بالنسبه لي عادي، انا مدرك قيمه نفسي ومقدرها، وانا عارف نفسي كويس قوي، مش غرور، وربنا خلاني مش في احسن نرجسيه، مش شكل، اي حاجه. انا حابب نفسي وحابب خيرة ربنا ليا، وحابب خلقه ربنا. وراضي جدا. بس وبالظبط. فخلاص انت قول اللي فانت انت عايزه. رايك انا بس انت اللي انت هتعمله مش هيأثر فيا انا على قد ما هيأثر في علاقتنا ببعض، كده كده. هتخليني بعد كده اتجنبك بس. وبعيد عن كده، هي ذنوب جاريه. تخيل انت مثلا، تخيل موقف اللي انت شخص اتنمرت عليه من سنين ولحد دلوقتي لسه فاكرها لك. تخيل انت في ذنب جاري معاك طول السنين دي كل كلها. ما يفتكروا، لو عيط كل مرة انت برغم بتاخد ان انا ذنب ممكن كسرة بالرغم ان انا خطوة. ممكن اصلا اكون قطعت علاقتي بالشخص دوت، وممكن اكون سامحتك. بس حصل موقف شبهه ففكرني بيك كل بس. مره بفتكرك بتضايق، افتكر الموقف بتضايق. حتى لو انا سامحتك، بس غصب عني بتضايق. انت بتاخد ذنب. هل ذنب جاري معاك طول حياتك؟ عشان بس حققت الكوميديا في 10 تحقق دقايق. كوميديا لحظتين، وحرفيا ذنب كفيل يدمر لك صحيفه اعمالك كلها على حاجه تافهه ما اضافتش اي شيء. هتيجي يوم القيامة بقى، يروح هو يقول له يا رب ده ظلمني في الدنيا فاديني من حسناته، او خد من سيئات اديني من سيئات. وكلنا هنعمل كده. كده كده ربنا مش محدش هيسيب هيسيب مش حسنه لحد. مش هيفوت حق البني ادم عند بني ادم. حقوق العباد بتخلص قبل اي حاجه في يوم القيامه. قبل يوم القيامه اول ما يحصل حقوق العباد هي اللي بتبتدي على طول. اول ما يوم القيامه تقوم كده ونروح طالعين واقفين كلنا هنتحاسب، يلا اللي عند ظلم عند حد هو اللي هياخدها الاول، وبعد كده الباقي. بس انا من وجهة نظري في شعور تاني، هو اللي بشوف ان هو ما ينفعش تتعامل معه اطلاقا، او شعور اساسي في اي علاقة. هو مبدأ اساسي، هو عدم الامان. او الامان، يعني الشعور بقى اللي انا ما اقدرش اتعامل معاه، عدم الامان. يعني ايه ان انا اكون معاك مش مطمن، مش حاسس بالراحة، او ان انت مصدر قلق بالنسبة لي. انت اصلا انا اخترتك دون عن البشر كلها، دون عن الناس كلها، ان انت تكون ملجأ ليا. انت الملجأ بتاعي، انا بهرب من العالم ليك. انت المفروض تحتويني، انت اللي المفروض تطمني. لكن انت في حد ممكن يوصلك لعدم الامان، ان هو اصلا مصدر القلق، هو مصدر القلق. فتخيل تيجي تشتكي له من قلقك، اللي اصلا المصدر بتاعه، ما هو مش هتشتكي، ما انت هعملها ساعتها مش عارف ازاي؟ تشتكي اصلا. ما انا بقولك تفكر، بس انت عايز تشتكي بقى، انا هشتكي لك ازاي وانت اصلا عامل لي قلق اساسا؟ انا خايف في اي وقت من الاوقات ان انت كنت تجري اصلا تمشي. انت معنى ان انا اصلا، انت المفروض انت شريك حياتي، ده مش حاجه. لا، انا مش فارق معايا العالم كله، انا فارق معايا انت. مش فارق معايا مين يغيب ومين يمشي ومين يبقى. انا فارق معايا ان انت موجود. فان انت موجود ما تحسسنيش. عدم الامان برضو ممكن يوصلك ان هو عايز يمشي. اوقات كتير ممكن يوصلك انه عايز يمشي. بيهددك بطريقه غير مباشره. بيهدد فيه انت هتعمل دي ولا؟ بالظبط. طب ولا ليه؟ انا المفروض ان انا خايف ازعلك عشان انا خايف ازعلك، او عشان انا ما اقدرش على زعلك عشان انا بحبك. مش ان انا خايف ازعلك عشان تمشي. يعني ايه خايف ازعلك طب ما عشان تمشي؟ تمشي. طب ما تمشي. اصل انت كده كده بالفعل، انت وانت بتهددني فانت كاسر حاجه جوه. بالظبط. حاجه، انا في انا حاجات بايظه بينا. ببقى متاكل في كل مره، ببقى اقرب منك، او في كل فعل بعمله، او في كل حاجه. اصل انا انسان، الانسان خطاء وانا هغلط. انا مش هقول لك انت انا مش جاي مش هقول لك ان تاخدني. انا احتمال اغلط، لا انا لا انا هغلط. كده كده هغلط، اه. هغلط والمفروض بقى ان احنا زي ما اتفقنا ان الغلط دوت ممكن نستغله بحاجه ايجابيه، ان هو خلاص وقت الخلاف او الاختلاف اللي ما بيننا دوت ان هو يطور علاقتنا. ده برضه خلينا لان انا نوصل. كمل. لان انا في كل مره ان احنا خلاص اختلفنا وتصالحنا، احنا بنرجع احسن من الاول. ودي حكمه من ربنا على فكره. بالظبط. ربنا خلق الاختلاف والخلاف ده ما بيننا لانه هترجع بعد كده وهنتصالح. الاختبار الخلاف ده او التصالح دوت هو بالنسبه لي اكبر فعل دليل عن الحب. ولازم نبقى برضه ان انت فاهمين. بينت لي قد ايه ان انت متمسك بيا ومهتم بيا، وعايزني رغم كل الظروف ورغم اي حاجه. انت لسه عايزني وبتحبني رغم كل حاجه. لازم نبقى فاهمين برضه ان احنا عايزين نحط يعني فكرة كده، ان احنا عايزين نحط مساحة صداقة بيننا واحنا بنحب بعض. يعني انا وانتي بنحب بعض، هنزعل من بعض. مش هنزعل، احنا كده كده هنزعل من بعض، هنتضايق من بعض في موقف هيضايقك، في موقف هيضايقني. فخلينا نرجع بقى نتكلم واحنا صحاب. انت ضايقتني، محمد ضايقني في كذا كذا كذا، ما انا محمد، بس هي بتقول لي بتشتكي لي من محمد اللي هو انا. فهروح انا راجع بقى اقول لها، وانا حبيب بقى هرجع لها وانا حبيب، انا اسف ما كانش قصدي مش عارف. نفس القصه، نفس ايوه. القصه لو العكس، لو انت مضايقاني في كذا كذا كذا، فهترجع لي برضو هي بتراضيني حتى لو مش هتغير الفعل، او انا ممكن اكون فهمته غلط، بس انا زعلت. فالمفروض نبقى نحط المساحه دي
عشان نبقى اكتر اريحيه في العلاقه. راحة وامان، ان انا مطمن ان انت موجود، ومطمن ان انت هتستقبلني، يعني انا هبادر اتجاهك، ومطمن ان انت برضو في حتة ان انت رغم ان انت لازم بتكون مبادر ومستقبل. يعني برضو ما ينفعش ان انا اكسفك، ما ينفعش احرجك، ما ينفعش وانا بصالحك تحرجني وتقفل الباب في وشي. ده مش اختبار ان انت اصل انا يعني لسه ما صفتش. ما تحطنيش دايما في اختبارات ان انت لا انا هقفل الباب في وشه وانا هجرحه وانا هعمله، والناس تقول لك لا انت لازم ترجع، اصل الحب ما فيهوش كرامه، ومش مين اللي قال ان الحب ما فيهوش كرامه اللي ما هو الحب كرامه. حب كرامه اصلا. الحب اللي ما بيحافظش على كرامتك ده مش حب. بالظبط. الحب العلاقه الصحي، الحب الصحي هو الشخص شريك حياتك بيحافظ لك على كرامتك، وبيحافظ لك على عزة مش نفسك بيخليك وشخصيتك. مضطر تسيبها. مش بيخليك مضطر ان انت تفكر ان انا المفروض اتغاضى المره دي، اسيب كرامتي على جنب واتكلم عشان ما يسيبنيش. لا، طب ليه؟ طيب ليه نوصل للمرحله دي؟ احنا عايزين نوصل لان احنا مهما يحصل مش هنسيب بعض. مهما يحصل احنا مع بعض. الخلافات يعني ممكن ما نقولش بتقوي العلاقه قوي، بس في حاجات منها بتقوي العلاقه، وفي حاجات بتهدمها، احنا عارفين. في حاجات لا، يعني زي الخيانه مثلا، الحاجات اللي هي الكبيره. دي ما تنفع، احنا بس بنتكلم انا في قصدي خلاف احنا عادي. بنتكلم في الخلافات البسيطه اللي هو وجهه نظر. خلاف، تغير. بالظبط. زي ما قلنا ان احنا خلاص الزمن الزمن. هيتغير. بالظبط. انت اكيد وده بتحصل اغلب المشاكل بين الزوجين، ان بعد فتره هما بيتغيروا، بعد هي مثلا ما بتخلف هي بتتغير، وهو بعد مثلا لان خلاص في حاجات جديده دخلت ضغوطات حياتنا. الحياه، مين مش هيتغير؟ في حاجات جديده دخلت حياتنا، احنا مضطرين نتاقلم عليها. بالظبط. فاحنا الاختلافات والخلافات اللي دخلت ما بيننا دي هي بترسم لنا حدود علاقه جديده، وانت لازم تكون مرن، لازم يبقى في مبدأ المرونه في العلاقه. ما تقولش ان انا كده، طب ما انت متجوزني وانا كده. يعني ايه انا كده اصلا؟ ما تقوليش برضو اصل اللي بيتغير عشان خاطر حد ده انانيه. لا، مش لا. انانيه. لا، مش انانيه. انا ما بقولكش روح اعمل عمليه تجميل في وشك عشان انت وشك مش عاجبني. دي الانانيه. دي الحاجه اللي هي حاجه جذريه مش هتغيرها. لكن لما انا اقول لك انت مضايقني لما قلت الجمله دي، ما تقوليش انا كده. ما انا الجمله ما تقولهاش. انت قادر ما تقولهاش عادي على فكره. اصل احنا كده احنا مش زي او بعض. اصلا انا عصبي. بس ما برضه تقوليش انا عصبي. ما تقوليش انا الناس عصبي. بتقعد تتخلى على بعض، ومش هيقول لك اصل انا خلقي ضيق. انا مقدر ما انك عصبي والله، بس برضو انا يعني برضو اللي عندي كرامه اللي انت محتاج تحفظها، اللي احنا ما قلنا في مش الاول عشان ان انت الحب هو متعصب، الكرامه. عشان انت متعصب تقوم قلل من كرامتي، ومفروض ان انا عشان بحبك فانا اتحمل كده، لان الحب ما فيهوش كرامه. اي مفيش. كلام. الحب ما فيهوش كرامه. اي ومفيش حاجه كلام. اسمها العصبيه دي تبقى جزء من شخصيتي. ومفيش حاجه اسمها انا مش هتغير. انا كده. لا، انت مش كده. انت قررت تبقى كده. انت مش مولود من بطن والدتك كده. انت معلش في الكلمه. انت الموضوع. انت كنت خارج صافي للدنيا، والدنيا كانت جميله ومش عارف ايه وحياه ورديه وكل الكلام دوت. انت شكلت شخصيتك عصبيه. بتعصب من اقل حاجه. انت كده ضفت لنفسك حاجه. مش مش دخلت ان انت بقيت اصلا انا مولود كده، اصلا انا عصبي، اصلا انا لا, لا انت طبعا مش كده. انت قادر تغيره. طول ما انت قادر تغيره ما تقوليش انا كده. الحاجه الجذريه مش هقول لك غيرها. كده كده. مش هقول لك غيرها. ممكن نتجنبها مع بعض الحاجات الجذريه دي. لكن مش هقول لك غيرها. هنحاول مع بعض ان احنا نتغاضى عنها. ف فبس. وانا ممكن اخش معاك في القصه اللي هي يعني ايه اكتر شعور ممكن صعب اتعامل معاه. انا بالنسبه لي الاسوأ مثلا. ازاي؟ يعني انا ما بعرفش اتعامل مع الشخص القاسي ايا كان هو ايه في حياتي. صديق، حبيب، معرفة، واحد معدي في الشارع، ما بعرفش. انت طول ما انت قاسي ما بعرفش اتعامل معاك. طول ما مش قاسي افعال، قاسي بالكلام عموما. مش عشان هش وبالفعل. برضو يعني، لا بس انا ليه اتعامل مع واحد غليظ؟ يعني ليه اتعامل انا معاك انت وانت شخص غليظ ما بتقدرش ولا مشاعري ولا اصل انا بتقدر كده. شخصي. لا، ما تقوليش على كده. ما احنا اصل قلنا انا كده. بقى هو بيقول لك اصل انا كده، انت عارف من بدري ان انا مثلا عصبي، فانت لما بتعمل الموقف ده بتجبرني ان انا اطلع رد يا عم الفعل قول لي انك دوت. بتعصب الموقف ده مش هعمله. حلو كده. هتغير بقى انت العصبية ولا انت هتفضل انا كده؟ يا عم انا مالي. انت اللي قاعد قدامي دلوقتي. ف فلا، انت مش كده. انت قررت تبقى كده. فانا عشان كده بقول لك انا ما بعرفش اتعامل مع الاسوء. يعني انا الشخص القاسي دوت انا بحطه في مكانه. انت كده بالنسبه لي بعد ما كنت شخص قريب جدا جدا، ايا كانت مكانتك ايه عندي، انت بقيت معرفه للاسف. هي لازم فخلاص. لازم دور الحنية في الحياة اصلا. العالم قاسي. بالذات برضو خلينا نقف في الحته دي بالذات مع الانثى. لازم صفه القسوه دي ما تبقاش فيكي خالص. ايا كان كنت ايه السبب او ايا كان ايه اللي حاصل في حياتك او مقدرين برضو كل ده، وهنقعد نتكلم وهنفهم بعض. بس ما تبقيش قاسية. ما تقوليش انا كده. انا كده دي احنا قلناها للرجاله وبنحاول اصلا نبطلها لهم دلوقتي. هتيجي انت تقول لنا انا كده بالظبط. انا او فلا. هي متعرضة لكده في حياتها بسبب تجارب سابقة،
او ايا كان الشخص عموما مثلا تعرض لتجارب سابقه في حياته، شخص اذاه، فهو الشخص ده كان بيأذيك ودمرك نفسيا وسبب لك تروما ما، فانت خلاص خرجت من العلاقه دي وسبت الشخص دوت. فانا جيت لقيتك مهزوم وتعبان، فانا احتويتك وقربت ما منك. تعيشنيش بقى في التروما بتاعتك. بالظبط، انا يعني انا احتويتك. انت لما هم قسيوا عليك كنت انا بحن عليك، فانت ليه تطلع القسوه دي عليا انا بقى؟ فانت بقى خلاص ما بتصدق لقيتني عشان تطلع عليا القسوه دي. انت لقيت حد حنين زي ما انت كنت حنين، فبتعمل فيه اللي هم كانوا بيعملوه فيك. طب ما انت كنت بتكره كده. تمام بالظبط. طب ليه بقى دخلت دايره نفسك وماشيه. في الدايرة دي بقى؟ ليه دخلت نفسك انت بقيت انت الشخص السيء اللي شخص بعد كده هيحاول يتخطاك، فيعمل في شخص تاني اللي انت بتعمله فيه؟ ليه الدايرة دي؟ ما دي الدايرة اللي خلينا بقى الناس اللي حوالينا كلها عموما قاسية. عموما عمري ما كنت متصالح نفسيا او ما متصالح مع فكره ان حد بيسبب اذى نفسي لحد وقاصد ان هو يسبب اذى نفسي لحد وقاعد عادي يقول لك ما هم العالم يستاهل كده، الناس تستاهل كده، في ناس تستاهل كده، في ناس سببت لك كده وتستاهل كده، بس انت ما قدرتش ترد لهم دوت وخلاص. فشفت حد اضعف منك. فشفت حد اضعف منك او حد مش اضعف منك، حد اداك الامان واداك الثقه اللي انت كنت بتدور عليه. وتدور عليه. ما هو احتواك واداك الامان والثقه واداك كل حاجه انت بتدور عليها، وانت جيت بمنتهى البساطه. واول ما قويت وقعت واول البيت على دماغه. وقسيت عليه هو. طب مظبوط. انت خلاص انت كنت ضعيف وهو قواك، واول ما تقوى تاني فانت بتقسى عليه هو بقى، انت عايز بتنتقم منهم فيه. طب هو ذنبه ايه؟ يلا. بتنهي التروما. يعني بتكمل المرض في الحياه عموما. والحنيه يعني العالم قاسي على كله، رجاله وستات واكيد يعني كلنا عارفين ان العالم قاسي فده برضه بشكل. هياخدنا لنقطة البداية اللي احنا بدأنا بيها الكلام خالص، اللي هو انت مشاعرك لازم تخليك تديك حالة، ما تديكش فعل. بالظبط. لان انت كده بتتفاعل وقف مع العالم وقف بحالتك. وقف القسوه دي عندك انت. بالظبط. خلاص انت الموضوع اتفرض عليك ونصيب من عند ربنا ان انت اتعرضت للموقف دوت عشان تتعلم منه. ويمكن ده اصلا يكون سبب ان التجربه السابقه اللي انت مريت بيها ده كان سبب ان احنا ان احنا نعرف بعض ونتقابل عشان ان انا اداوي جروحك وان انا احتويك وكل ده. ودي بدايه جديده ليك بدايه جديده لينا. فانت ما تستغلش ده بقى بان انت تنتقم، ما تستغلش ده ان دي زي خلاص ما انت بقت. قلت تنتقم منهم فيا. طب بالظبط. ليه؟ انت ما انا جاي لك اهو، انا بشد بايدك وقف عندك، وقف الكلام عندك، وقف الغلط عندك. خلاص الموضوع انت اوريدي اتفرض عليك الموضوع. انت عمر ما حد يختار ان هو حد ما يأذيه. اصل انا لو هو خدت. خلاص اذاك، الاذى وقع عليك، مظبوط. نصيب من عند ربنا. وابتدي يا ربنا ان حد يوقعك، ان ربنا يوقعك في الشخص الصح، او ان انت تداوي جروحك بنفسك او عن طريق شخص تاني. المهم ان انت في الاخر هترجع تتعافى وهتقوى وهتتجاوز. وقف بقى القسوه دي عندك. بالعكس ده انت ممكن تستغلها ان هو ده كان درس ليك اصلا ان انت ما تبقاش قاسي. ما تبقاش قاسي. ما هو اصل انت انت ما هتعرف منين؟ هتعرف القسوه منين؟ ما تديهاش لحد الا لما انت تكون جربتها، سواء انت شخصيا او شفتها في حد. ان انا اتعرضت للموقف دوت فانا لازم اوقف ده عندي، عشان ما ينفعش احسس حد اللي انا حسيت بيه. بالظبط في الوقت لان انت اللي انا بتنتقم من كنت. الناس كلها عشان حد تاني اذاك. عشان كده احنا بنقول لما يجي عندك غلط وقفه بقى. حط انت الحد. ارسم انت الخط اللي مش هنعديه. لان انت لو ما رسمتش خط وعديته ورحت اديته لحد تاني، الحد تاني راح واخد لحد تاني. فانت كده انت عمال بتنشر بقى السلبيات في الكوكب خليك الارض. خليك حاجه ايجابيه في دنيا سلبيه، بالظبط. لان الدنيا سلبيه. ما خليك جزء ايجابي، هو ده اصلا دورنا في الحياه. هو ده دورك انت كده كده. ربنا جايبك. في دار ابتلاء، انت بالظبط يعني ربنا جايبك انت في دار شقاء وابتلاء، ودار كلها سلبيه وقسوه وفيها يعني. فيها ايجابيات اكيد بس ما هو هي انت بقى، انا عايزك تبقى جزء من الايجابيات دي. بالظبط انا عايزك هي انت. فيها ايجابيات، فيها ناس ايجابيات، فانت خليك جزء منهم، ما تبقاش جزء من السلبيات، ما هي مش ناقصه. بالظبط. انت جاي تعمر الارض. فعمر بقى الارض. عمرها مش عمرها بكل حاجه، بكلام، بافعال، بمشاعر، بكل حاجه. باننا بنتكلم عن الصفه دي بس فعمرها كده. ف ففي ممكن حاجه تانية. هل الهروب من المشاعر السلبيه صحي او مؤقت؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه انا وانت، بس ممكن تقول رايك انت الاول. الهروب من المشاعر السلبيه صحي او مؤقت؟ زي ما قلنا حاجه زي كده، ان الهروب منها، لا ما تهربش منها، واجهها. سألناه، انا عارف السؤال ده بس انا عايزك تجاوب عليه تاني عشان انا عايز اسمع الاجابه بتاعته. انت تواجهها، لا ما تهربش. انت بتواجه عن طريق ان انت اه تاخدها زي ما انت قلت كده، تاخدها كمحفز وكوقود. سواء مثلا هي مشاعر سلبيه زي ما احنا قلنا، مثلا عرضنا مثال التنمر، او مشاعر سلبيه زي الاذى اللي احنا لسه قايلينه، ان انا هوقف ده عندي
وبل ان انا هتعلم منه ان انا ما اعرضش حد تاني لدوت. تمام. مشاعر سلبيه زي الغضب، ان انت اوريدي تعرضت لمشكله في الشغل، وده مثلا موضوع يعني فخ بيقع فيه رجاله كتير، مثلا ان الشغل صعب، التعامل في سوق العمل صعب، والتعامل مع البشر صعب، وانت محدش ملاك في الشغل، مفيش حد، الدنيا في الشغل مش ورديه. فانت ما تطلعش بقى اول ما تروح بيتك تطلع كل ده على مراتك وعيالك، وتقعد تقضيها زعيق في الكل وبتاع ومش عارف ايه. اصلا انا وقعت في مشكله النهارده في الشغل مضايقاني جدا، فانا هطلع ده عليكم والمدير بقى، بتاعي نفخني وتقعد والعملاء بقى بتوعي تقعد بقى نفخوني. تخش تنفخ ومحدش يتكلم معايا ومش عارف ايه، وتقلب البيت جحيم، وهي ابوك وهي ولاد، ومحدش يفتح بقه. ايه يا ده محدش يفتح بقه في فبالظبط، ايه يا جماعه؟ ما انت واجهت المدير بتاعك، وواجهت العملاء، لا انت ما واجهت. قدرتش تواجههم، انا قصدي ان انت استحملتهم، يعني استحملتهم استحملتهم وواجهتهم وعملت كل حاجه، وجيت بقى هطلع كل في. ده عليكم بقى. بالظبط. طب ليه؟ طيب ما انت البيت ده لازم يبقى اعمدته كلها بتبقى قايمه اول حاجه زي ما احنا قلنا: الحب والحنان والحاجات الحلوه دي. حب بعد بافعاله، بلغاته، لغات الحب، ما تطلعش الافعال، من بيتك حد بيدور على الحب بره. افعال، احترام، احترام، لازم يبقى فيه احترام وتقدير، فهم. كل دي لغة من لغات الحب. وبرضو يعني حفاظ الكرامة. مظبوط. خلينا ناخد بقى، نشوف بقى ايه الفرق بين الكلام ده كله، ايه الفرق بين السؤال بقى الاعجاب والحب والتعلق. والتعلق. الفرق بين الإعجاب والحب والتعلق. الإعجاب حاجة لحظية، وكلنا بنمر بيها، مفيش حد ما مرش بالإعجاب ده قبل كده، لأن الإعجاب هي طبعا. مشاعر جوه، خلاص اوريدي مشاعر جواك اتجاه شخص معين انت شفته، حسيت بشعور ناحيته، مشاعرك اديتك إيحاء بإن انت عايز الشخص دوت، أو إن انت ميال للشخص دوت. فهنا بقى بيجي دور عقلك. هل انت بقى عقلك بقى بيبدأ يقيم هل الشخص ده ينفع ولا لا؟ هل اسلوب حياته وستايله وشكله وذوقه يعني هيئته، هل انت حاسس انها تبقى مناسبه ليك، لايقه عليك؟ يا بتفلتر يا اما لا، خلاص الموضوع خلص واعجابه راح لحاله، او فهتخش بقى في مرحله تانية، وهي التعرف، المبادره، ان انت خلاص بقى بتبتدي خليك فاهم برضو انت كراجل، المبادرة دي عليك انت. اكيد. ما تقوليش اصل هي ما ادتنيش المجال اللي انا، لا يا ما هو انت حبيبي. انت المبادره، ما انت محتاجين نفهم احنا المبادره دي بنتكلم يعني برضو ايه. في حتة الجواز عشان محدش ياخد الكلام غلط. احنا اه بنتكلم في حتة الجواز. يعني انت شخص عجبك وخلاص وعايز تخش بقى حياته وبيته وتتقدم وكده، فانت دي بتاعتك انت. ما تقولش بالظبط. اصل هي ما قالتليش انا مستنياك يا مثلا، او ايا كان، يعني قالتلاش بطريقة ما. وانت بتبادر لازم تبادر انت بشكل انت صح، راجل. في الوقت الصح، زي ما قلنا انت هتخش البيت من بابه، ده حاجه ما فيهاش خلاف. وبس انت بتقيس الاول طبعا، بتسال بقى عن الشخص دوت، وازاي بقى بنسال عن الشخص دوت ونعرف اذا كان هو فعلا يبقى شريك حياتنا ولا لا. هل الشخص ده انت بتبدا تقيمه من مراحل. اولا هل الشخص ده مناسب ليا ولا لا، ودي برضه هنعرفها بعدين، يعني هنعرفها في الحته ان انت بتتعرف عليه. تمام. خلينا نبدا بيها الاول، ان انت خلاص دلوقتي تقدمت للشخص كأننا دوت، او ان انت احنا في مجال الاعجاب فقلنا فعلا. بالظبط. فانت تاني مرحله من مراحل بعد الاعجاب هي التعارف، انا اتعرفت على الشخص دوت. فمرحله التعارف هي مرحله مليئة بالورود مليئة بالفراشات، بالظبط. مليئة بالمميزات، بمعنى صح هي مش هتقابل مليئة. كل اللي احنا قلناه في اول الحلقه من اولها لحد اللحظه بالظبط. دي، مش هتقابله. مفيش اي حاجة، انت حتى ولا الان هتقابل انت قسوه ولا عدم انت امان. بتعرض مميزاتك، وهو بيدور على مميزاتك، انتوا الاتنين كده، وانت نفس القصه، هو بيعرض بالظبط. مميزاته وانت بتدور على فهي مميزاته. مرحلة مليئة بالمميزات، فانت بتحس ده انا لقيت الشخص الصح، ده انا قد ايه بقى معجب بيك وكل دوت. فلا ده انت لسه ما عرفتش حاجة، انت بس بتتعرف عليه، والمميزات بتبقى طاغية على الموضوع، عشان كده على الاعجاب المرحلة ده ديت. مش مرحله انك تقيم بيها، بالظبط. ولا بالعكس. حتى التعارف، ولا اللي بنسميها حلاوة البدايات، لأن هي مرحلة هي كلها، هي حلاوه البدايات. هي حلاوة البدايات فعلا، لأن ايوه. هي كلها عبارة عن مميزاته بس، سواء مميزاتك ومميزاته. تمام. تيجي بقى المرحلة اللي الحب. بعد كده، لا، الاكتشاف. انت بتكتشف، وانت هنا ما بتكتشفش الشخص، او انت ما بتكتشفت مميزاته، لان انت اوريدي اكتشفتها. خلاص في الاعجاب انت عرفتها. بالظبط. انت بتكتشف سلبياته. انت وفي ممكن المرحلة دي تساله بقى على فكره، يعني ممكن ما تحطش نفسك في اختبارات، ممكن ممكن بس تساله. مش عمر ما كان السؤال هو مقياس، يعني لا، لان بس مش كل الناس عندها الصراحة خلينا انها دلوقتي نبقى صريحين ان احنا محتاجين نبقى شفافين شويه. شفافين. وده كده كده، وده انت اكيد هتقول للناس خليكوا شفافين، بس هل كل بس الناس مش هيعملوه. شفافين؟ مش هيعملوها. فانت اوريدي كده كده مع الوقت انت تلقائيا بتبتدي السلبيات انت تكتشفها. وهنا بقى بتسأل نفسك سؤال: امتى اعرف ان انا مع الشخص الصح او مع الشخص المناسب؟
الشخص المناسب مش الشخص اللي انا حابب مميزاته او اللي انا قادر اتعامل مع مميزاته، لان هي اصلا مميزات. ما هي ميزه بالنسبه لك وميزه بالنسبه لي وميزه بالنسبه ما له، انت مش هتعرف تتعامل مع كلنا شايفينها المميزات، مميزات، هتتعامل هي حلوه، ازاي؟ هي فعلا البنت دي حلوه، ما احنا كلنا عارفين انها حلوه. بالظبط، هتتعامل ازاي لما انت مش عارف تتعامل مع فانت المميزات؟ بتختارها على اساس انها حلوه؟ لا، انت بتختارها هل بعد كده انت عرفت بتكتشف سلبياتها، فانت بتقدر تقيس بقى نفسك، هل انا اقدر اتعامل مع السلبيات دي؟ في فرق بقى من هنا، احنا هتحملها ولا هتقبلها. انت بالظبط. لازم تبقى متقبل سلبياته وقادر تتعايش معاها. انت بتختار الشخص المناسب، هو اكتر شخص انت قادر تتعامل وتتقبل سلبياته، مش اكتر شخص انت حابب مميزاته. ده بالظبط فخ وخلينا برضو، كتير انت بيقع النقطة فيه. اللي انت قلتها حلوة، ان هي تتقبلها ولا تستحملها. يعني انت هتستحملها، انت عامل زي الازازة، ليك حد، كل ما هتملاها هي عمالة، انت بتخلص جزء منها واتملت، خلاص اتملت، مفيش مساحة انك تحط فيها تاني. فانت هتفضل مستحمل مستحمل مستحمل، والازازة بتتملي، تستحمل والازازة بتتملي، لحد ما خلاص انت وصلت لعنق الزجاجة. فمش هتعرف، هو فتنفجر. مش هيعرف يستحمل تاني، خلاص انا خلصت. فدي كده انت مستحمله، متقبله، لان اي حاجة هو يعملها انت ما عندكش عنق زجاجة، خلاص انت خلاص، وصلت هي دي انا معاه. متقبل بالظبط. الحاجه ديت. بالظبط، وانت برضو بدورك، انك قلنا زي ما قلنا في الاول، انت بدورك المفروض تاخد بالك قبل ما هو يوصل للعنق ده بقى، عشان ما يبقى يتحولش من تقبل لتحمل. لازم ممكن يتحول من العكس، يعني من التحمل للتقبل، لكن من التقبل للتحمل دي حركة وحشة. ولو وصل لها شخص ما، اعرف ان انت خلصت كل رصيدك معاه. ده بيجي، مش ممكن ما يجيش لحاجه صريحه او ما يجيش لحاجه كبيره، واصلا في الغالب بيجي من الحاجات الصغيره، من تراكمات، من الافعال اللي انت عارف ان انا ما بحبهاش وبتعملها، من اسلوبك اللي انت عارف ان هو بيضايقني وبتعمله ومستمر فيه برضه. ومستمر فيه، من حاجات كتير، تجاهلك، اساليبك النفسيه والاعيبك النفسيه، الحاجات الساذجه بتاع يقول لك شد وجذب وتقل وان انا حاسك ان انا همشي، والحاجات دي كلها دي كلها نحطها تحت بند التهديدات. تهديدات حاسس ان والاعيب، انا دايما مكاني مهدد ان الاعيب انا يخلص. نفسيه، الاعيب نفسيه ساذجه بتؤدي لدمار العلاقه في الاخر، او بتهدم اي علاقه، لان انت اصلا وفجاه انت هتكتشف فجاه انت مشيت ليه؟ يعني انت عمال رايح جاي عليا وعامل فيها تقيل ومش عارف ايه اصل المشكله وبتاع. ان انت هتبقى مشيت في الوقت، في اه ابسط حاجه، يعني انت بالظبط، انت هتبقى، ممكن ما تعملش حاجه على فكره. بالظبط هتبقى عامل حاجه بسيطه جدا، هيروح هو الشخص ماشي، انت هتبقى مفكر ان ده لكن السبب، لكن بالظبط في مش ده قبلها السبب. في لستة اسباب يقول بقى. لك القشه التي قطمت ظهر البعير، يعني هي بالظبط، هي دي عمر ما كان، القشه. مش القشه هي اللي قطمت ظهره، لا، انت التراكمات. انت عمال بتحط ما على ظهره وهو واقف، ما قبل بتحط على ظهره ذلك. وهو واقف، بتظهره على هو، مع اخر حاجه انت هو حطيتها هو مش قادر تحملك خلاص. تحمل وانت عارف من بدري ان هي بتضايقه، بس انت مستمتع لاقيه مثلا. عشان هو يستحملك، انت اه انت مش اه مستمتع، انت مش هتغيره عشان انت هو يستحملك، ده ليه بقى؟ ده من عشان احد ضمنت وجوده. طول عشان ما انت انت ضامن ضمنته. وجوده اللي قدامك، انت بتحس ان الشخص، وهو ضامن وجودك كده، تحس ان هو ايه، طب ما احط عليه شويه كمان، اه طب هو ما كده كده موجود، هو كده كده موجود، مش اه اصل هيمشي. هيعمل ايه يعني. اه ده اللي هيوصلنا لنقطه التعلق، احتياج وخوف من الفقد، مش اكتر. يعني انا متعلق بيك عشان انا خايف ان انا اصحى من النوم ما الاقيش حد شارك معايا حياتي. يعني بس نصنفه صح او نسميه صح، التعلق المرضي. بالظبط، فانا هي خايف حاجه، من الفقد بس. التعلق ده من اكتر الحاجات السلبيه في الحياه، وبالذات بقى لما انت اصلا بتكون متعلق بشخص غلط، لان التعلق مش حب. ودي بقى يعني فرق بين التعلق والحب. احتياج مش اكتر. التعلق زي ما احتياج، قلنا احتياج. وبيتولد لاسباب كتير والحاجات كتير، لكن هو مش حب. انت ممكن تتعلق بشخص، ده على فكره ده بقى بيبقى كارثه جدا. انت بتتعلق بشخص اصلا انتوا مش شبه بعض، وانتوا عارف ان انتوا مش شبه بعض، وعمركم هتكونوا لبعض. وعارف ان انت لو لقيت اللي انت عايزه في حد تاني هتسيب الاولاني وتروح. انت متعلق بده، مكمل معاه بتشبع رغبات جواك واحتياجك، احتياج عاطفي فكري اي حاجه. معتبر الشخص ده هو مجرد بس بيملى فراغ جواك، لكن انت عارف ان انتوا مش هتبقوا لبعض. وده بيعمل حاجه ان انت، بسميها كده، اسمها علاقات استنزافيه، ان انت بتستنزف من روحك وبتستنزف من روح الشخص ده كمان. ومن مشاعرك ومن وم... حبك ومن انت قلبك. بتستنزف من كل حاجه، انت عمال. حتى حب، طاقتك هتحسها طاقه خلصت. طبعا، بالظبط. طاقه، طاقه، حب، وقت، كل حاجه انت المفروض تديها للشخص الصح، انت ما اديتهالوش وبتديها لشخص غلط. مش عشان هو الشخص الغلط، هو ممكن يكون الشخص صح جدا، بس انت مش ماشي معاك، مش هو اللي انت عايزه، بس مش لاقي غيره. وممكن تبقى حاجه اسوأ، ان انت شايفه الشخص الصح ومتعلق بيه، بس هو او بتحبه، بس هو مش
ما مش بيقابلكش بنفس الشعور، بالظبط مش مبادلك نفس الكلام. فهو بيبقى بيستنزفك، هو بياخد منك اهتمام ده هو بقى هو اللي عاجبه، محتاج. هو فرحان، هو بالظبط. فرحان، او مثلا ممكن يكون يعني ليه اسباب كتير، ممكن يكون خارج من علاقة، من علاقة قبل كده، بيموف اون بيك. بيموف اون بيك، بالظبط. خارج من علاقة بيتجاوز بيك، خارج من علاقة قبل كده وخلاص هو متدمر نفسيا وهو محتاج، بس هو بقى مشاعره اتحكمت فيه واختار اي شخص وخلاص. انت فاهم؟ ف هو ما كانش حاطط في دماغه. فجابك قدامه، فجابك قدامه وهو محتاج، هو ضعيف. هو كان مقرر ان هو هيدور على اي شخص والسلام. بالظبط، هو اي شخص يداويني بالظبط. ويحتويني، فجابك هو ضعيف اوريدي، لجأ اليك وانت تعاطفت معاه، حبيته بس انت وتعلقت الفرق بيه. بينك وبينه ان انت حبيته. بالظبط، وتعلقت بيه، واذ فجأة في الاخر هو بقى بيبتدي، هو بينسحب. خلاص خد منك اللي هو عايزه. بالظبط، هو اصلا في البداية هو خدك وغاص بيك، ما هو واخدك هو بايده، بالظبط، بس هو هو اللي معاه واخدك. ايه؟ انبوبة اكسجين، انت مش معاك. بالظبط، انت متعلق بيه هو، انت مسلم نفسك ليه وواثق فيه، بالرغم ان هو اصلا من البدايه هو عارف ان انتوا مش لبعض، ومكبر دماغه وعامل حسابه، بس هو تمام، هو هو عامل لابس حسابه زي ما الانبوبة. انت قلت في اه. انبوبه اكسجين، وعمال يغرق بيك. بس هو انت في كل شوية لحظه، نفسك عمال بيروح، هو في نفسك لحظه بيروح. هيسيبك ويطلع وانت مش هو تحت. العكس، انت هتبقى انت اللي محتاج تسيبه وتطلع، ان هو معاه بس انت مش الانبوبة عارف، وعمال بينزل، بس انت مش ما قادر، انت مش ما قادر انت متعلق تسيبه. بيه، ما انت مش قادر تسيبه. بالظبط. هتيجي بقى تطلع، اول ما تطلع على البحر بقى، على وش المية، خلاص انت نفدت من الموضوع ده ده. هيحصل في حاله واحده بس، طول ما انت حاطط نفسك لفخ لمشاعرك، حاطط نفسك ان انت مستسلم ليها، مستسلم ليها استسلام تام، انت خلاص بتبقى في المرحلة دي، انت برضه مش غبي، انت بتبقى ادركت ان هو انتوا مش لبعض. بس فاهم؟ مش قادر. بس مش قادر بقى، انت لازم لا تقاوم بقى، هنا لازم يخش عقلك، يخش دور عقلك اللي احنا قلناه ويتحكم. في الاول. انت فاكر انت ضامني، انت كنت ضامن وجودي صح؟ ده انت هتيجي مش هتلاقيني. انت كنت فاكر انا ما كنتش بقسى عليك، انا احتويتك من القسوه اللي انت كنت فيها وما كنتش بقسى عليك، مش ان انا مش عارف، انا مش عايز، انا انا عايزك. مش انا مش عايز اكون جزء من اللي قسيوا عليك، وعشان عايز اكون، لان انا عمري ما كنت متعاطف ولا حابب القسوه، عمرها ما كانت حاجه جميله. كنت بديك الامان اللي انت فما كنت ما بتدور عليه في الدنيا تلجأنيش، ما كلها. تلجأش برضو ان انت تطلع مني نسخة صعبة ان انا اقسى. هي موجودة. هي بس موجودة، كنت شايلها. كلنا مش عايز جوانا، اطلعها جوانا عشان انا نسخة. بحبك. بالظبط، بس. بتلجأ لي ان انا اطلع نسخة مش كويسة واقسى، رغم ان انا مش كده، وانت عارف ان انا عمري ما كنت كده، وكنت ضامن وجودي ان انا عمري ما هقدر اذيك ولا عمري ما هقدر اذي. انا فعلا مش هأذيك، انا همشي. همشي. خلاص. هي مرحلة ان انا مشيت دي. دي انت، انا كده مش هأذيك بقدر جسدي او نفسي او كده، بس انا ولو اني هعف. ممكن اعملها، خلاص انا هعف بس انا نفسي. لا، انا هعف في نفسي وهوقف ده بالظبط. عندي، اه. اللي انت ما قدرتش تعمله لان انت انسان ضعيف، لان القسوه دي اصلا بتيجي منين؟ ليه الانسان قاسي؟ الانسان بيبقى قاسي، هو انسان نوعين، يا اما هو انسان اصلا بطبعه قاسي وجاحد، يا اما اصلا هو انسان ضعيف بيغطي ضعفه ورا اسوأ. بيغطي ضعفه ورا القسوه، هو تعرض لابشع انواع الاذى النفسي، وحتى ممكن ما او يكونش بدون اي حاجه، هو ممكن ما هو يكونش هو تعرض. ضعيف من جواه وتعرض لدوت، فهو خلاص مش عارف يتجاوز دوت، او معرفش يتجاوزه، او هو حاله بتحسه بالضعف، فبيبدا بيبرز عكسها عشان ما يبينش ضعفه، بالظبط. وبيبدا ده برضو يبرزها خلينا نرجع في لنقطة افعاله. التنمر. الناس اللي بتتنمر دي تبقى عندها نقص داخلي. جدا. بتغطيه بالتنمر على الناس التانية. فهي دي نفس النقطة، هو عنده ضعف اللي هو النقص الداخلي، بيغطيه بإيه؟ بالأسوأ اللي هو التنمر. فده اللي هيرجعنا لنفس النقطة. فعشان كده أنا بقولك هي حلو إن أنت قلت نقطة إن هو عنده نقص، عنده ضعف جواه ضعف جواه بيداريه، بالظبط. بيداريه عن طريق ان هو يقلل منك ومن كرامتك ويقسى عليك، بالظبط لأن هو ضامنه. لان هو زي ما احنا ضامنك. قلنا، أنت متعلق بيه. هو مش متعلق بيك، هو أنت موجود في حياته. وهنا برضو خلينا برضو ان في مفارقة ما بين الامان والضمان، انت بتحسس اللي قدامك دايما، لازم تحسس الشخص اللي معاك بالامان، انت فاهمني؟ لازم تحسسه ان انت دايما موجود. لازم بالظبط، ان هو يبقى مجرد ما يحتاجك في اي وقت انت هتكون موجود ضامن وجودك وهتحتويه، الآمن. ضامن وجودك بشكل صحي وامن وسليم، بالظبط. مش بشكل استغلالي، مش م- مش بشكل ان انت هتقسى عليا وهرجع عليك. انا ممكن اعديها لك مره، هعديها لك مره، هي محاوله لان انا احسسك بالامان، مش محاوله لان انا ضعيف، او لمحاوله من ان انا مش قادر استغنى عنك، ولو انه ممكن ما اكونش قادر استغنى عنك مؤقتا، او هو شعور انا بحاول ابينه لك. لكل إنسان طاقة. لكل انسان طاقه، أنا شعور انا بحاول ابينه لك لمجرد بس ان انا صادق في حبي، ان انا بثبت لك فعلا ان انا متمسك بيك، انا عارف اللعبه النفسيه الساذجه اللي انت بتمارسها، بان انت بتحاول تشوفني انا هتمسك بيك ولا لا،
طب ف انا همشي. ماشي يا طب عم، طب خلاص انا عارف، ماشي انا متمسك بيك اهو، يلا خليك شويه. طب انت هتكمل بقى في كده؟ طب ماشي سلام، يلا امشي. ما اصلا زي ما احنا قلنا، بقولك كل انسان وده طاقة، انا الانسان طاقتي اكيد بيستغرب، هتخلص. يقول لك مشي فجاه. لا مفيش حد بيمشي فجاه. دي القشة اللي قطمت ظهر البعير. ايوه بالظبط كده. مفيش طيب، حد بيمشي فجاه الا لو هو انسان مريض نفسيا، مش ده اللي انا ده بتكلم عنده عليه. مشكلة بقى، اه احنا يعني ده نحاول انسان غير نعالجه سوي، احنا الاول. بنتكلم في الانسان السوي. بالظبط. ما بيمشيش فجاه، يمشي من تراكمات، ومن كثره الضمان، من كثره القسوه، ومن حاجات كتير. زي ما انت ضربت مثال الفازة، الفازة ما بتتكسرش، ممكن ما تتكسرش من مرة واحدة. انت بتقعد شرخ ترمي شرخ عليها شرخ في طوب شرخ. في طوب في طوب، فهي عمالة بتتشرخ. فهتيجي ترمي طوبة صغيرة أصغر من أنت ما رميتهم في الأول أصلا، هتروح نازلة على الأرض. اتهدد خلاص. بالظبط. فاحنا ممكن بقى نختم الحلقة ب... بسؤال ممكن هما الناس اللي تجاوب عليه بقى. يا ترى الناس دي شايفة الحب أكتر مشاعر ولا أكتر مسؤولية؟ يعني معتمد أكتر على المشاعر ولا على هو مسؤولية في حد ذاتها؟ ممكن احنا نتكلم في الموضوع ونسيب الناس بعد كده تقول لنا. انت شايف ان الحب ده بيبقى معتمد اكتر على المشاعر اللي مسؤولية احنا كبيرة. عمالين بنتكلم فيها، ولا لا، بيعتمد، ولا انت لازم يبقى عندك مسؤولية بس ما من عندكش مشاعر من ممكن؟ وجهة نظري الحب ده مسؤولية كبيرة جدا جدا ممكن جدا، ما ده يبقى زي ما بس انا ما قلت عندكش ده. مشاعر. لا اكيد طبعا، ما هو يبقى الحب، كده هو في ممكن اساسه. نقسمها ما هو الحب، لا بص، كفتين. الحب في اساسه مشاعر. ما انت يعني انت بتحس مشاعر تجاه حد انت عايزه، فهو الحب في اساسه مشاعر، بس انت بتترجمها لافعال صحية وسليمة عشان تقدر تعبر بيها عن حبك، لان هو الحب الحقيقي بيجي في الافعال، عمره ما كان في الكلام، عمره ما كان رومانسية. الرومانسية دي بتقولها في مرحلة البدايات وخلاص. نسأل الناس هم شايفين ان الحب ده اكتر مسؤولية ولا اكتر مشاعر، يعني متوقف على ايه اكتر من التاني ولا متوقف على الاتنين؟ على الاتنين طبعا، ومسؤولية أكبر، لأن الحب هو في البداية بيكون مشاعر، بتبدأ تترجم مع الوقت لمسؤولية والأفعال. المسؤولية هي جزء من الأفعال، يعني زي ما قلنا الحب عمره ما كان انا اعتقد المسؤولية هي افعال اصلا مش رومانسية جزء. بالظبط. بالظبط. هو عمرها ما كانت رومانسية، احنا هي بالعكس، أنا بعرفك في أفعالك، في اهتمامك بيا، في ب... في ب... أفعالك البسيطة، هحتاج مشاعر في منك أفعالك بس. البسيطة اللي ممكن تكون خالية من المشاعر، لكن هي قمة المشاعر. أنت بتعمل لي حاجة انا بحب، بتعمل لي مشروبي المفضل، بتعمل لي كوباية قهوة، قدرتني انت كده، وصلت قدرتني، لنقطة قدرتني. بتلبس لي الوان انا بحبها، بتعمل لي، بتخلق لي مود انا بحبه. مش بس كده، وده ده من وجهة نظري انا الشخصيه، اللي عشان كده انا بقول لك من البدايه ان انا من اكتر المشاعر اللي انا بخاف منها مشاعر الحب، لان هي مسؤوليه كبيره قوي، بالظبط. مسؤوليه ما ينفعش ان انا اجربها، هي مسؤوليه غير قابله للتجربه. دي مسؤوليه. ما هي اصابة يا خابت، بالظبط، زي ما احنا ما بنقول. بالظبط هي لازم تصيب. اه هي هي لازم اصابة. تصيب، انا لازم قصدي ان هي انت لو رميتها في مكان غلط كده خابت. تتحرى الشخص الصح قدر الامكان وبعنايه، وتختاره بعنايه جدا جدا جدا، تخليك صبور، وتخلي عقلك دايما هو اللي متحكم في الدفة، مش مشاعرك. لان انت زي ما اتفقنا ان مشاعرك عمياء، مشاعرك انت محتاجة لاحتياج الحب، فانا بدور على حد وخلاص، بدور على حد والسلام. ده مش صحيح. لازم، خلاص انت جواك مشاعر الاحتياج، انت شاب مثلا، احنا بنتكلم في مرحلة الشباب، كلنا بنحتاج للحب، وكلنا بنحتاج لحد يكون بس لازم شريكنا. تكنترول على نفسك لحد ما تتجوز على فكرة. وانت لازم، خليها. احنا بنتكلم بقى وانت بتختار بقى اللي هتتجوز، برضو اللي هتتجوزها دي مش بس انت حاسس بمشاعر ناحيتها، ولا ان هي خلاص مناسبة ليك وخلاص. اقول لك ما حاجة، هو هي مناسبة ليك في كل فترة حاجة، الخطوبة متحللة، ربنا محللها عشان كده. مناسبة ليك. طب هل هي تنفع أم لولادك؟ هل هي تنفع تكون زوجة؟ يعني مش هي حبيبة، انت ممكن ما... تكون حلوة كحبيبة بالظبط. وفي انت قضين بتدور الخطوبة على اصلا، لفلفة. وانت بتتجوز المفروض تدور حاجتين. الحاجة الأولانية إن هي تنفع زوجة ليك، وتنفع أم لولادك أما إن شاء الله ربنا يرزقك بأولاد. ما ينفعش تدور إن هي تبقى تنفع زوجة ليك بس. طب ما خلاص بالظبط. أنا نفعت زوجة لوحدي، أنا لوحدي أنا وأنت في حياتنا بس، فخلاص أنا هنفع عادي. لكن في أوقات مش هينفع، مش هعرف أنفع زوجة، مش هينفع تبقي زوجة بس. لازم تبقي أم، وتشيلي عني وأنا بره، وأنا لما أنت تبقي مشغولة مثلا أبقى أنا برضه أشيل عنك، بنشارك بعض. فلازم تبقى وانت بتدور، هي انت بتدور على ام وزوجة، وهي بتدور على زوج واب. ما ينفعش حاجة تستغنى عن حاجة، ما ما ينفعش حاجة. تستسلمش لمشاعر الخطوبة والحالات الحب. انت يا نهار أبيض، ده قادر يتقبل مميزاته وعيوبه وكل حاجة، وفيضان من الحب، ما هو عصافير الحب في مرحلة الخطوبة. ماشي، بالظبط. كلام جميل، مشاعر كويسة وحلوة، لكن انت برضو لازم تقيمها، هل هي مناسبة ليا اسألها. كأم؟ اسألها، شوف ردها ايه، شوف هي طريقة ردها، شوف طريقة هل ردكم هي انتوا. تنفع نقاشكوا لما أم؟ تتكلموا في الجواز، او المرحلة اللي بعد الخطوبة، اللي هي خلاص احنا بالفعل احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة ان احنا عايشين مع بعض وعندنا عيال.
اسألها شوية أسئلة عن الموضوع ده، افهم دماغها رايحة فين، افهمي دماغه رايحة فين. لازم تقيموا بعض، تشوفوا العيوب اللي عند بعض، لأن أكيد وانتوا بتتكلموا في حاجات، في واحد فيكم هيقع بحاجات غلط المفروض ياخد باله منها، فهتقولي له خد بالك بنقوم منه. بعض، احنا برضو مش في سباق، بالظبط. مش في سباق ولا في حرب. بالظبط. ان انت ان انت تثبت نفسك على قد ما انت تحاول. خلاص انت اوريدي مثلا ممكن ما يكونش عندها حاجه ديت، او انت ما عندكش القدر الكافي من المسؤوليه، او اي حاجه ممكن من صفات الابوه، او من صفات الزوج الصالح، بس بتحاول. او ان انت عايز تبقى كده، وده دور شريك حياتك، ان انت هو يكمل معاك كده، ان انتوا بتكملوا بعض. بس المهم ان انتوا تكونوا معترفين لبعض، ومتصالحين مع بعض، ومتفقين من البدايه. يعني الخطوبه مش بس حب، مش بس مشاعر، هي اكبر من كده بكتير. ان انت تختار في الاول الشخص اللي هتكمل بيه حياتك. زوجة وأم، وشخص هتكمل مع بقية حياتك. انت بتختار حياة، انت بتختار مستقبلك. بالظبط. احنا مضطرين نختم عشان باقي دقيقتين. ف ف- في لسه خلاص ده كلام كتير والله، بس تمام يعني، باقي دقيقتين خلاص فمضطرين نختم. فانا بشكرك ان احنا قاعدين مع بعض القعده دي، وبشكر اي حد هيتفرج ان شاء الله على الحلقه. وباذن الله باذن الله مستنيين راي اي اكيد شخص، مستنيين راي رأيكم، اي شخص بيتكلم، ومستنيين بيسمعها عفوا. مستنيين رأيك ورأيك. وان احنا زي ما قلنا ان مبدأ البودكاست، انا مش شخص انا طالع اعلمك ولا اديك نصايح ولا اي بالظبط. حاجة. احنا اصحاب احنا قاعدين بدل اصحاب ما نقعد على القهوه. بندردش مع بعض. اكيد ممكن اقول كلام عجبك، ممكن اقول كلام ما عجبكش. احب ان انت جدا تقول نقدك، بس هيكون نقد بناء. نقد كبناء، ان انا اخده كنقد بناء، ان احنا نتعلم منه، ان انا استفاد منك. انا عايز ان انا استفاد منك، واتمنى ان انا اكون فدتك، واتمنى ان احنا نفتح قلوبنا لبعض، وان ده ما يكونش اخر مرة، ونتكلم على طول، ونقدر ان احنا نعبر عن اللي جوانا. وبدل ما ننزل نقعد على القهوه إن- نسمع بودكاست بدل بدل القهوة. القهوه. شكرا يا صديقي. حبيبي يا صديقي.